من الفضائية الإريترية نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأهم وأبرز العناوين. تشييع جثمان الشهيد المناضل الوزير السابق سمر الرسوم. إريتريا تشارك في القمة الإفريقية الصحية في غانا. افتتاح المهرجان السنوي 28 للإريتريين في الدول الإسكندنافية. ترامب يفرض رسوم على العمل القسري على 60 شريكا تجاريا. اليونان تقرر شراء منظومة دفاعات من إسرائيل مقابل 2.8 مليار يورو. الاتحاد الأوروبي يقرر قبل مليار دولار لانتهاك قانون الأسواق الرقمية. إلى التفاصيل. أقيم صباح اليوم بمقبرة الشهداء في أسمرة مراسم تشييع جثمان الشهيد المناضل والدبلوماسي الوزير السابق سمر الرسوم بحضور الرئيس السياسي أفورقي وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة والجبهة إلى جانب حشود غفيرة من المواطنين، فيما نقلت مراسم التشييع مباشرة عبر الفضائيات الإريترية. وخلال المراسم استعرضت المسيرة الوطنية للشهيد الذي التحق بصفوف جبهة التحرير الشعبية الإريترية في العام 1976، وشغل خلال سنوات الكفاح الوطني في عدد من المهام في الإدارة الشعبية والعلاقات الخارجية، إضافة إلى مسؤولياته عن شؤون الاستخبارات والأمن في السودان. وعقب الاستقلال تولى الفقيد العديد من المناصب القيادية، حيث عمل أول أمين للحكومة الإريترية المؤقتة في السودان بين عامي 1991-1992، ثم مسؤول عن المكتب الأمريكيتين والمنظمة الدولية بوزارة الخارجية بين عامي 1993-1996، قبل أن يعين سفيرا لإريتريا لدى الأمم المتحدة الأمريكية خلال الفترة من العام 1997 إلى العام 2003. كما شغل منصب حاكم الإقليم الأوسط بين عامي 2003-2006، ثم وزيرا للتعليم في العام 2007 حتى العام 2018، قبل أن يكلف سفيرا للبلاد لدى إثيوبيا وممثلا دائما لدى الاتحاد الإفريقي خلال الفترة من 2018 إلى العام 2025، حيث خدم الوطن بتفاني وإخلاص في مختلف المواقع التي تقلدها. ووضع تكاليل الزهور على قبر الفقيد باسم حكومة إريتريا من قبل الرئيس السياسي أفورقي. كما وضع أكاليل الزهور كل من وزير الحكومات المحلية الوزير عبد الله موسى، ووزير الخارجية عثمان صالح، ووزيرة التعليم حليمة محمد، إضافة إلى نجر راميل سمرة نيابة عن الأسرة. ويعد الفقيد أحد أبرز الشخصيات الوطنية التي كرست أكثر من 5 عقود للنضال من أجل استقلال البلاد وصون سيادتها والمساهمة في بناء ومؤسسات الدولة. وقد رحل عن عمر نهض 83 عاما بعد معاناة مع المرض، وهو متزوج وأب ل5 أبناء. شارك وفد إريتريا برئاسة القائم بأعمال السفارة الإريترية في إثيوبيا ومندوب إريتريا في الاتحاد الأفريقي والمفوضية الاقتصادية الأفريقية السيد بنيام برهي في المؤتمر الاستثنائي 20 لمجلس القادة الأفارقة المعني بالصحة الذي عقد في أكرا غانا في 22 من يوليو. تمحور المؤتمر حول تعزيز العدالة والإنصاف والتغطية الصحية الشاملة والقضاء على الإيدز والسل وتحسين صحة الأمهات ومكافحة الأمراض المدارية غير المعدية المتواجدة بصفة خاصة في إفريقيا. استعرض الوفد الإريتري في كلمته تجربة إريتريا في ضمان الإنصاف في الخدمات الصحية وتحسين صحة الأم والطفل. وأوضح الوفد بأن إريتريا تعتبر الصحة حقا أساسيا من حقوق الإنسان، واستنادا إلى مبدأ العدالة الاجتماعية يحصل لكل مواطن في إريتريا على الرعاية الصحية بتكلفة رمزية أو مجانية. وأضاف أن 80% من السكان يمكنهم الحصول على الخدمات الصحية في نطاق 10 كيلومترات من منازلهم، وأن وكلاء الصحة يؤدون دورا مهما في هذا النظام الذي يرتكز على المجتمع. وقال أن إريتريا أحرزت تقدما كبيرا في مجال صحة الأم والطفولة، مضيفا أن نسبة الرعاية لما قبل الولادة في المراكز الصحية التي كانت 83% في العام 2022 ارتفعت إلى 87% في العام 2025، وارتفاع نسبة الولادة في المؤسسات الصحية من 73% إلى 85%. وذكر الوفد الإريتري أن حوالي 98% من الأطفال يتلقون تطعيمات منتظمة،
ونتيجة لذلك انخفضت معدلات وفيات الأمهات والأطفال بشكل ملحوظ. افتتحت في العاصمة السويدية ستوكهولم يوم 23 من يوليو فعاليات المهرجان السنوية 28 للإريتريين المقيمين في الدول الإسكندنافية تحت شعار صمودنا ضماننا، بحضور سفير إريتريا لدى إيطاليا والسفير غير المقيم لدى السويد في سان بطرس. وشهد حفل الافتتاح الذي شاركت فيه الجاليات والاتحادات الإريترية في الدول الإسكندنافية مراسم رفع العلم الإريتري إلى جانب فقرات جسدت وحدة الشعب الإريتري واعتزازه بهويته الوطنية وإبراز موروثه الثقافي وقيمه الأصيلة. وفي كلمته بالمناسبة استعرض رئيس اللجنة المنظمة للمهرجانات الوطنية السيد آلم تخلى قرقيش مسيرة المهرجان على مدى 28 عاما، ويشيرا إلى ما حققه من تطور وما واجهه من تحديات، مؤكدا أنه ظل منصة للحفاظ على التاريخ والثقافة الوطنية وتعزيز روح الانتماء والفخر والاعتزاز بالهوية. كما دعا إلى مواصلة دعم مشروع إنشاء قاعة إريتريا دائمة في السويد بهدف توفير مقر دائم لإقامة المهرجان والفعاليات الوطنية مستقبلا، وحث أبناء الجالية على الإسهام في تسريع إنجاز المشروع. ويتضمن برنامج مهرجان أكثر من 15 جناحا أقامته الجاليات والمؤسسات الوطنية والبلدات، إلى جانب معارض تجارية وندوات يقدمها مسؤولو الحكومة الإريترية ومحاضرات متخصصة ومعارض فنية وبازارات للمنتجات الإريترية ومعارض للكتب وبرامج ترفيهية للأطفال، إضافة إلى عروض فنية وثقافية تقدمها فرقة فولكلورية قادمة من إريتريا وفنانون إريتريون من مختلف الدول المهجرة. ومن المقرر أن تستمر فعاليات المهرجان حتى 26 من يوليو الجاري. أفاد زوار ومنظمو مهرجان إريتريا 2026 أن محتوى إقليم القاشبركة يعكس موارده الثقافية والاقتصادية الغنية. وذكر الزوار من داخل البلاد وخارجها أن المحتوى ساعدهم على التعرف على الثقافة التقليدية ونمط الحياة المجتمع والموارد الطبيعية والصناعية، فضلا عن مختلف التقاليد والمواقع التراثية. وأوضح رئيس لجنة الاحتفالات في الإقليم السيد إدريس صالح القيام بإعداد على مدار شهرين لتوفير المستلزمات الضرورية للمهرجان الوطني حول الحياة المعيشية وعكس ثقافات قوميات التجري والتجرينية والكنامة والنار والبداويت في مجال الرقص الشعبي والأدوات الموسيقية والإيقاعات. وأضاف أن المعرض يضم أيضا معرضا بصريا وماديا يركز على الأشجار والمباني القديمة التي تعد مصدرا للنمو الاقتصادي في الإقليم، فضلا عن التراث الشفهي بالقوتية الكنومة والبدويت. وأوضح أعضاء ومسؤولو اللجان بأن المحتوى عد من خلال البحث والدراسات بالتعاون مع الهياكل الإدارية والمجتمع، وأنهم تلقوا ملاحظات بناءة من الزوار. تتواصل في إقليم عنسبة فعاليات حملة الطلاب التنموية التي تنظم هذا العام للمرة 28، حيث يجرى تنفيذ برامج مكثفة من مجالات الحفاظ على التربة والمياه وحماية البيئة. وأوضح منسق الحملة الأستاذ ملس قلاتا أن البرنامج يمتد من 6 من يوليو إلى 17 من أغسطس، ويغطى 44 موقعا موزعا على 9 مديريات بالإقليم بمشاركة 7500 طالب وطالبة، يشرف عليهم 232 معلما إلى جانب مختصين في الزراعة ومساعدين صحيين. وأشار إلى أن أعمال الحملة تشمل إنشاء وصيانة الحواجز والسواتر الترابية وقرص الأشجار وإعداد الحفر المخصصة للشتلات، إضافة إلى تنفيذ برامج التشجير، موضحا أن الخطة تستهدف زراعة أكثر من نصف مليون شتلة خلال فترة الحملة. وتأتي هذه الحملة ضمن البرنامج الوطني لحملات الطلاب التنموية الذي انطلق في العام 1994، ويهدف إلى المحافظة على التربة والمياه وحماية الموارد الطبيعية ودعم برامج التشجير وإعادة التشجير، بما يساهم في تعزيز الاستدامة البيئية ودعم جهود التنمية في مختلف أنحاء البلاد. نفذ أعضاء الإقليم الجنوبي المشاركون في مهرجان إريتريا 2026 يوم 24 من يوليو حملة للنظافة داخل ساحة معرض الإكسبو في العاصمة أسمرا. وشارك في الحملة نحو 270 عضوا من أعضاء الإقليم، حيث هدفت المبادرة إلى مساعدة العاملات في أعمال النظافة، إلى جانب الإسهام في نشر الوعي بأهمية النظافة وترسيخها كسلوك حضاري بين أفراد المجتمع. وأكد المشاركون أن هذه المبادرة منحتهم شعورا بالرضا والمسؤولية، مشددين على أن الحفاظ على النظافة واجب يقع على عاتق كل مواطن، داعين الجميع للالتزام بهذه الثقافة في مختلف الأماكن والمناسبات. وفي السياق ذاته جرى تنظيم برنامج لتقديم وجبات إفطار للعاملات المشاركات في أعمال النظافة داخل ساحة معرض الإكسبو، تقديرا لجهودهم دعما لدورهم في إنجاح فعاليات
المهرجان. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير. فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية جديدة بنسبتي 10% و 12.5% على السلع الواردة من 60 شريكا تجاريا منهم الاتحاد الأوروبي والصين تزامنا مع انتهاء سريان الرسوم الجمركية العالمية المؤقتة بنسبة 10%. وتعد هذه الخطوة أحدث مساعي البيت الأبيض لإعادة فرض رؤية ترامب إعلان رسوم جمركية على جميع دول العالم تقريبا بعد أن ألقت المحكمة العليا الأمريكية في فبراير الرسوم المتبادلة التي تراوحت ما بين 10% و 50% وفرضها ترامب العام الماضي بموجب القانون للطوارئ الوطنية في محاولة لتقليص العجز التجاري الأمريكي. وقالت كايا كلاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن التكتل يعتبر الرسوم الجمركية الجديدة صدمة وأن مبررات واشنطن لا معنى لها. أغرت اليونان خططا لشراء قبة درع خيل الدفاعية المضادة للصواريخ والمسيرات والطائرات من إسرائيل مقابل قدره 2.8 مليار يورو وفق ما أفاد به مصدر من وزارة الدفاع في أثينا. وتأتي الصفقة في إطار خطط إنفاق دفاعي ضخمة بقيمة 4.2 مليار يورو تشمل أيضا طائرات النقل S-390 ميلينيوم وطائرات هورون غير المأهولة وصواريخ منوحيات أباتشي والمركبات المائية الشبح بكيتا وأنظمة سونار خاصة بالفرقاعات وفق وثيقة صادرة عن الوزارة اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية. وقال مصدر في الوزارة أنه تمت الموافقة على شراء درع خيل خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية والدفاع اليوناني برئاسة رئيس الوزراء. وأفادت وثيقة الوزارة بأن متعهدي قطاع الدفاع في اليونان سيساهمون بمبلغ 700 مليون يورو في مشروع القبة. فرضت المفوضية الأوروبية غرامتين على شركة جوجل بقيمة إجمالية بلغت 890 مليون يورو بعد إدانتها بانتهاء قانون الأسواق الرقمية من خلال منح خدماتها أفضلية في إنتاج البحث وفرض قيود على مطوري التطبيقات داخل متجر جوجل بلاي. وأوضحت المفوضية في بيان أنها فرضت غرامة بقيمة 460 مليون يورو بسبب تفضيل جوجل لخدماتها مثل تسوق الفنادق والنقل والرياضة على حساب الخدمات المنافسة في نتائج البحث، إضافة إلى غرامة أخرى بقيمة 430 مليون يورو بسبب القيود التي تمنع مطوري التطبيقات من توجيه المستخدمين إلى خيارات شراء أرخص خارج متجر جوجل بلاي. ومنحت المفوضية جوجل مهلة 60 يوما للامتثال للقرار محذرة من أنها قد تفرض غرامات إضافية تصل إلى 5% من إجمالي إيرادات الشركة السنوية العالمية إذا لم تلتزم بالقواعد. ووصلت حرائق الغابات العنيفة التي تؤججها الرياح القوية ودرجات الحرارة المرتفعة اجتياح مناطق عدة في جنوب أوروبا لا سيما في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا، حيث اضطرت السلطات إلى إجلاء آلاف الأشخاص الإضافيين من منطقات سياحية. وأعلنت إسبانيا حالة الطوارئ الوطنية في منطقة مدريد ومقاطعة فيليا بعد خروج عدد من حرائق الغابات عن السيطرة واتساع رقعتها. وأجلت السلطات أكثر من 10,000 شخص خلال الأيام الأخيرة من مناطق عدة بينها 3,500 شخص طلبوا منهم مقالة منازلهم في بلدة قرب مدريد، بينما صدرت تعليمات لسكان عدد من البلدات في مقاطعة فيليا بالبقاء داخل منازلهم مع استمرار انتشار النيران. وأسفرت الحرائق عن مقتل 3 من عناصر الإطفاء 2 في فرنسا والثالث في إيطاليا. عناوين النشرة مرة أخرى: تشييع جثمان الشهيد المناضل والوزير السابق سمر صوم. إريتريا تشارك في القمة الإفريقية الصحية في غانا. افتتاح المهرجان السنوي 28 للإريتريين في الدول الإسكندنافية. ترامب يفرض رسوم العمل القسري على 60 شريكا تجاريا.
اليونان تقرر شراء منظومة دفاعية من إسرائيل مقابل 2.8 مليار يورو. الاتحاد الأوروبي يغرم قبل مليار دولار لانتهاك قانون الأسواق الرقمية. وصلنا إلى ختام النشرة، وفي أمان الله.